بقيتي بتشتري العلبة غالية جدا جدا دلوقتي؟ تعالي كده نعملها في البيت وبحاجات بسيطة جدا جدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلقتين من الكاكاو، كيس من اللبن النيدو الصغير دوت. وانا هقول لكم معايير كلها حاجات بسيطة وسهلة وولادك هيحبوها جدا جدا. ومعلقتين كمان من الكريم شانتيه. وتعالي شوفي هنعمل ايه مع بعض. هنعمل مع بعض حاجة حلوة أوي. هنا بقى كده اللهم بارك هنزل بمعلقة ونص من النشا صغيرة جدا، وما تكتريش النشا فيه علشان خاطر ما يبقاش عامل معاكي زي المهلبية ويبقى تقيل. وكمان هحط معلقتين من السكر البودر، ده لو متوفر عندك سكر بودر. مش متوفر حطي اي سكر عندك، السكر العادي بتاعنا حطي منه معلقتين او على حسب الرغبة. شوفي انتي بتحبي درجة حلاوته قد ايه وحطي عليه. واحنا طبعا عملنا كمية معتبرة وكمية حلوة جدا. انا بعمل لولادي على طول الكمية دي، وبعمل لهم وهم بيذاكروا كل واحد كده كوباية. تعالي نعمل كوباية مع بعض. فاي حاجه كده عندك. انا عاشقه للالمونيا، بحب الالمونيا جدا. انا مش عايزه اقول لكم الكسرولة دي بتاعت امي بقالها كام سنه عندي، علشان مش هتصدقوني، ممكن اكتر من 20 سنه وهي موجوده عندها وبنفس الشكل ده اللي انتوا شايفينه. بجد بحب الالمونيا جدا، بعشقها. حتى لما بتطلع حاجات جديده لا بفضل برضو اشتغل فيها. هنزل فيها نص كيلو من اللبن. هنا بقى كده هاخد من البودر اللي انا عملته 3 معالق. انتي بقى على كل كوبايه من اللبن تقدري تاخدي معلقة ونص بمعلقة الشاي بتاعتك. بس انا طبعا عشان عاملة كمية فحطيت زي ما انتم شايفين كده 3 معالق. تقدري تعززي الطعم يا جماعة تحطي له معلقة من البن لو انتي عاملاه ليكي يعني. هنا بقى كده رفعته على النار مع التقليب. بس انا بقى هعزز الطعم لولادي كده، وهجيب باكو شوكولاتة جالاكسي، اي حاجة بقى اي نوع انتي بتفضليه. لو عندك شوكولاتة خام سما هتاخدي منها حتة، اي حاجة متوفرة عندك اشتغلي بيها. فانا عندي الباكو ده هقطعه كده وهحطه عليه. وهبتدي ان انا افضل اقلب اقلب لحد ما هبتدي ان انا احس ان هو خلاص هيغلي. هيغلي وهنقوم طافيين عليه. هيبقى معاكي مشروب حلو جدا جدا للولاد. صدقيني جربيه مش هتندمي، واكتبيلي في التعليقات ايه رأيك فيه. هنا بقى خلاص كان غلى معانا، وكنت محضرة بقى الكوبايات. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده حلوة وسهلة وسريعة. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، ويا رب أكون عند حسن ظنكم، وأكون بحاول أقدم لكم حاجات كلها تبقى سهلة وعلى قد إيدينا كلنا، وما تبقاش غالية قوي، تبقى في متناول الجميع. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.